السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ الفيديو اللي معانا النهارده هنعمل مع بعض صينيه البطاطس. النهارده يا جماعه البطاطس من غير الفراخ ومن غير اللحم، وان شاء الله تطلع النتيجه هايله. يلا بينا على الفيديو. معايا بصلتين في صينيه على النار وبقطعهم ناعم وبديهم تشويحتين تقليبتين كده. انا لسه يا جماعه ما حطيتش اي ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه، بس انا بفضل في صينيه البطاطس ان انا انزل بالزيت، احط الزيت. معايا ربع كوباية زيت بنزل بيها وابدأ اشوح البصل. لو انت حابة تحط السمنة عادي، دي اختيار براحتك. معايا 4 فصوص توم متقطعين ناعم وبشوحهم مع البصل هما كمان. انا باخر التوم شوية يا جماعة لان البصل بياخد نار شوية. بقلبهم كويس. معايا البطاطس بنزل بيهم على البصل والتوم وابدأ اشوح فيها هي كمان معاهم، يعني دقيقتين كده. تمام كده. يا ريت ما تنسونوش باللايك والشير واشتراك في القناة يا جماعة، وحطوا اللايك. حط اللايك لأحلى صينية بطاطس من غير لحمة ومن غير فراخ. معايا كمون ومعايا فلفل اسود ومعايا ملح. بنزل بالطماطم، انا عملتها في الخلاط وصفيتها، وبسيب البطاطس تعيش مع نفسها. بهدي عليها النار خالص. ده لسه انا ما دخلتهاش الفرن، هي لسه على البوتاجاز. خلاص هي بدأت تغلي، ههدي عليها النار لما تاخد من التسبيكة شوية وادخلها الفرن. ده الرز المعمر اللي انا عاملاه معاكم قبل كده كام مرة، ودي صينية البطاطس هوريها لكم هي خدت بالظبط ربع ساعة في الفرن. وادي الرز المعمر. يا ريت ما تنسونوش باللايك والشير واشتراك في القناة يا جماعة، ودعوة حلوة من قلوبكم يا رب. ايه رأيكم بقى؟ ادي الرز المعمر وادي صينية البطاطس ما شاء الله مستوية ودايبة وطعمها ما شاء الله. اللهم بارك. يلا اشوف وشكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.